طب هي البنت ماتت ولا لسه عايشة؟ وإيه الحكاية؟ مبدئيا كده يا جماعة طبعا دي أول واقعة أتكلم عنها في رمضان، لأن أنا ما كنتش حابب إن أنا أتكلم في وقائع أو إن أنا أتكلم عن جرايم أو أي حاجة بتحصل في رمضان، عشان خاطر برضه ما بقاش جايب أخبار وحشة للناس، وقلت إن أنا أغير أعمل أي حاجة مؤقتا. ولكن الواقعة دي هتخليني إن أنا أرجع أعمل فيديوهات تاني، لأنها واقعة حرفيا يهتز لها عرش الرحمن. واقعة بشعة جدا حصلت في نهار رمضان. ايه بقى الحكايه؟ الحكايه يا سيدي ان في طفله عمرها 8 سنين. الطفله دي المفروض ان هي بتروح مع والدتها السوق بعد ما بترجع من المدرسه بتاعتها في محافظه الشرقيه، وتحديدا في العاشر من رمضان في منطقه اسمها ابن بيتك. ايوه يعني هي جنبيها بتشتغل في السوق، لما بترجع من المدرسه بتروح تقعد مع مامتها. البنت كانت راجعه من المدرسه في الوقت ده وعايزه تدخل الحمام. مامتها شاورت لها على مكان مسجد تدخل فيه الحمام. البنت فعلا عيله صغيره المفروض ما تروحش لوحدها.